السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل الرقاق الناشف في البيت بمناسبه عيد الاضحى. كل سنه وانتم طيبين. وزي ما انتم شايفين كده التسويه بتاعته، سامعين القرمشه بتاعته ما شاء الله احسن من بره بكتير. وقبل ما نبدا وصفه النهارده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ويلا نبدا وصفتنا. معايا نص كيلو من الدقيق ويكون منخول، معلقه صغيره من الملح، وهستخدم كوبايه وربع ميه. طبعا كميه الميه انت ممكن تستخدمي اقل او اكتر حسب نوع الدقيق اللي معاكي، وطبعا انا مش هستخدم كميه الميه كلها مره واحده، انا هفضل انزل بالميه شويه شويه حسب احتياج الدقيق. وهعجن زي ما انتم شايفين كده بايديا، وبعدين هرش دقيق على الرخام وهنزل بالعجينه وهفضل افرد فيها زي ما انتم شايفين كده بالظبط. وطبعا كل ما بتعجني العجينه مده اطول بتديكي نتيجه هايله قوي في الاخر. زي ما انتم شايفين كده افضلي عجني فيها لمده 10 دقايق او 5 دقايق، هتحسي ان العجينه بقت طريه جدا معاكي. ودلوقتي انا هحطها في الطبق وهغطيها بستريتش او كيس تلاجة وهسيبها ترتاح لمده من 10 ل 15 دقيقه، وبعدين هرجع لكم. وده شكلها بعد ما ارتاحت خلاص. ودلوقتي هجيب طبق وهرشه بالدقيق زي ما انتم شايفين كده، وبعدين هبدأ اقطع قطع صغيرة من العجينة واكورها بالشكل ده. وما تستقلش بالحجم الصغير، الحجم الصغير ده هنفضل نفرد فيه جامد لغاية ما هيدينا حجم كبير. والتقطيع اصلا هتكون حسب حجم الصينية اللي انتي هتسوي فيها وهتعملي فيها صينية الرقاق. وبعدين هغطيهم وهسيبهم يرتاحوا لمدة 15 دقيقة تانية. وده شكلهم بعد ما يرتاحوا لتاني مرة. ودلوقتي انا هرش الرخام كمية كويسة من الدقيق، وبعدين هاخد قطعة او كورة وهفردها بالشكل دوت بالنشابة قدامكم زي ما انتوا شايفين كده. وكل ما تحطي كمية كبيرة من الدقيق على العجينة تحتها وفوقيها العجينة بتفرد معاكي كويس قوي. واحاول افردها بشكل مدور من كل الاتجاه، وهفضل افرد فيها من جوه لبره زي ما انتوا شايفين كده. وده خلاص هي بقت جاهزه معايا. ودلوقتي انا ممكن اعمل 3 قطع مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. هعمل 3 قطع من الرقاق مع بعض. هحط ما بين كل عجينه والتانية كميه كبيره من الدقيق، وهحاول افردهم مع بعض زي ما انتوا شايفين كده، وهقلبهم علشان ياخدوا نفس المستوى بتاع الفرد. وبعدين هشيلهم من بعض تاني واحط دقيق علشان اتاكد ان هم ما يلزقوش في بعض. وبعدين هفرد فيهم تاني لغايه ما اوصل للحجم اللي انا عايزاه واتاكد ان هم خلاص اتفردوا على الاخر. وبفرد من جوه بره زي ما انتم شايفين كده، وهبدا اشيلهم التلاتة بالشكل ده. وما شاء الله زي ما انتم شايفين كده خلاص اتفردوا، ودوت بيوفر معايا في الوقت قوي ان انا احط 3 قطع على بعض. ودلوقتي بعد ما خلصت الكميه كلها هسوي معاكم. بجيب صينيه ألمونيا عادي او اي نوع صينيه، وبروح قلبها على عين البوتاجاز، وبعدين بسيبها لما تسخن، وبعدين ابدا احط عليها الرقاق زي ما انتم شايفين كده بالظبط على نار هاديه خالص. واقلبها كل شويه من جنب للجنب التاني لغايه ما تستوي معايا. زي ما انتم شايفين كده انا سايباها تستوي معاكم عشان يبقى كل حاجه قدامكم. شايفين ما شاء الله بقت تعمل فقاقيع ازاي؟ شايفين ما شاء الله جميله جدا ومبياخدش وقت خالص، واوفر من بره بكتير. ما شاء الله دي كميه الرقاق اللي انا عملتها 20 قطعه من نص كيلو دقيق. ما شاء الله شايفين التسويه بتاعته جميل جدا وبجد مقرمش قوي. سامعين صوت القرمشه بتاعته احسن من بره بكتير. يا رب تكون وصفه النهارده عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد.